السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تم صحه واحسن حال. قبل ما ابدا معاكم الفيديو متنسوش الصلاه على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الفيديو بتاع النهارده يا بنات هنعمل مع بعض كده الغدا، وكمان هنروج المطبخ مع بعضينا. عندي كميه مواعين محترمه، الصجان والصواني اللي انا عملت فيها الفطير في الفيديو اللي نزل قبل ده. آه، كانت كلها زي ما هي على بعضيها، سبتها في الحوض لتاني يوم. ما قدرتش ان انا اغسلها في نفس اليوم، يعني لان انا كنت وقفت عملت الفطير وكنت عملت غدا، وكان ورايا كام حاجه كده في البيت يعني عايزه تتعمل وكده. فبصراحه الله ما قدرتش خالص ان انا اقف اغسلهم يعني وكده. وحسيت ان هو هيبقى مش مجهود يعني ولا حاجه، بس انا لما بقف فتره طويله رجلي بتتعبني وكده يعني. فانا بحاول على قد ما اقدر بعمل الحاجات اللي هي الاساسيه او المهمه قوي، بعملها الاول، وبعد كده بدور على الحاجات التانية. الحاجه اللي هلاقي نفسي مثلا انا تعبت والكلام ده كله، فبريح شويه وبعدين برجع اعملها. حتى لو شويه مواعين وسبتهم لتاني يوم، هم مش هيجروا من الحوض، يعني هم مكانهم هيفضل في الحوض كده لحد تاني يوم عادي، وهقوم الصبح اعملهم بس كده. فهنا كده يا بنات كنت المواعين كلها كانت في الحوض زي بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. طبعا كنت شطفتها من بواقي الاكل، الاطباق والحلل والصواني اللي معايا. شطفتها، نزلت بواقي الاكل كلها، وبدات ان انا كده اجيب السلكه البلد اللي معايا واجيب بريل، وابدا ان انا اغسل الصواني الالومنيوم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الصواني الالومنيوم لو ما ادعكتش بالطريقه ديت هتلاقيها مره على مره صبغت معاكم وهتكون شكلها مش حلو. يعني لو استسهلت الموضوع وغسلتها كده بالسبونشة وشوية بريل وخلاص على كده، لا لا، لازم تغسليها. حتى لو مش هتغسلها كل مرة، حتى بين مرة ومرة تغسلها لازم بالسلكة. ولازم تكون السلكة البلد اللي احنا بنشتري بالكيلو ده، عشان خاطر هي اللي بتكون حلوة في الحاجات الألمونيوم. والله وكمان في الاستانلس برضو بتخلي الاستانلس بتاعك بيلمع، والكلام ده كله بيكون شكله حلو. هنا برضو طبعا بعد ما دعكت المواعين كلها، صبنت الحوض، نزلت عليه برضو دعكته دعكه حلوه، ونزلت المواعين كلها اللي انا غسلتها في الحوض، وبدات ان انا اشطف. جبت كده صينيه اللي احنا بنفطر عليها، بقيت اشطف وارص عليها، عشان عندي الرخامه بتاع الحوض مش هتشيل الكميه دي كلها، والمصفى ولا البتاع البلاستيك اللي انا حطاها ديت مش هتشيل كميه المواعين. بس كده حطيت المواعين تحت الصفت شويه على الصينيه اللي استلس، وبعدين جبت المصفى البلاستيك حطيتها على الحوض وحطيت فيها الاطباق بس. وهنا جبت الصينيه الكبيره رصيت عليها بقى ايه الصجان والصجان الصغيره وكان عندي حلل والصواني الالومنيوم كله وتصار وكله، ورصيته كده على الصينيه الملامين دي كده ايه، عشان خاطر يصفوا ممكن يقعدوا لتاني يوم مكانهم كده. اركن مثلا الصينيه لو هعمل غدا والكلام ده كله، هركن الصينيه على جنب بالحاجات اللي عليها دي، وخليها تاني يوم تتصفى براحتها، وبعدين ارصها في المطبخ. عشان خاطر لو حطيت المواعين بتاعتي في المطبخ بالميه، بتعمل ريحه مش حلوه. فانا بسيب المواعين بتتصفى ومش مستعجل يعني عليها ولا الكلام ده كله. وريتكم كمان شكل كده الرخامة عندي، الرخامة الكبيرة والرخامة الصغيرة، طبعا اتغسلوا ونشفتهم وظبطت الدنيا، زي ما انتم ما شفتم كده. كمان بوريكم كده حتة في الرخامة بتاعتي. انا الرخامة الكبيرة حتى عليها الستيكر، ففي جزء منها كده اتقطع يعني وكده، بس فانا كنت بوريهولكم يعني. هنا دخلت كده على الغدا، عملت شوية رز بشعرية وحمرتهم يعني وزودتهم، زودت يعني الرز بتاعي. وهنا جبت كده طاسه حطيت فيها شويه من الزيت، وكنت جايبه الفراخ ديت مقطعاها قطع صغيره خالص وكعبات صغيره كده يعني هعمل شاورما، بس مش هخليها قطع مربعه، مش هخليها بالطول يعني وكده. طبعا الفراخ ديت انا جايباها مقطعاها وغسلها ومظبطاها يعني ونضيفها زي الفل. حطيت شويه زيت في الطاسه، سبت الزيت سخن في الطاسه، وبعدين نزلت بكميه الفراخ اللي معايا. اول ما بنزل كده الفراخ بفردها كلها في الطاسه وبسيبها كده شويه مع نفسها، وبعدين ببدا ان انا اقلب فيها. طبعا هي الفراخ بتنزل الميه اللي فيها وبترجع تشربها تاني، فبديها كده تقليبه. وبعدين اول ما بتشرب الميه اللي بتنزل منها، ببدأ كده ان انا اشوح فيها، افضل اشوح فيها شوية، وبعدين بنزل بكمية البصل اللي معايا.
والبصل برضو ما حبيتش ان انا اقطعه كده قطع كبيره، لا رحت اديته فرمه في الكبه، بحيث ان البصل يبقى صغير وانت بتاكله، وكمان الفراخ برضو تكون قطع صغيره ما تكونش قطع كبيره. شوحت كده البصله مع الفراخ تشويحه حلوه، عشان خاطر البصله بتاعتي تكون طعمها حلو مع الفراخ لازم تشوحها كويس. يعني ما تنزليش بالبصله على الفراخ وبعدين تنزلي بالطماطم والخضار مره على طول، لا ما ينفعش، مش هيديك الطعم الحلو اللي انت عايزاه. شوحت الفراخ كويس مع البصله، وبعدين نزلت بقطع طماطم. مرضتش برضو ازود طماطم كتيره عشان الطماطم ما تكونش كتيره وتضيع طعم الفراخ بتاعتي. وحدتين طماطم كده، حبيتين طماطم جبتهم قطعتهم قطع صغيره ونزلت بيهم على الفراخ والبصل. جبت هنا كده توابل ملح وفلفل وكزبره، وحطيت شويه توابل فراخ، وكمان او بهارات فراخ يعني، وحطيت كمان بابريكا، واديتهم تقليبه كده مع بعضهم، وهدي عليهم النار وهسيبهم بقى ايه يشربوا، كله يشرب كده من طعم ايه بعضهم. وخلاص كده، والرز بتاعي كان في الوقت دوت كان استوى وفصلت عنه. ودوت الغدا بتاعنا يا بنات، بوريكم كده شكل الفراخ بتاعتي او الشاورما بعد ما استوت. طبعا لو عندك فلفل اخضر فلفل الوان حابه تضيفيه مع البصل والطماطم حطي، بس انا يعني استكفيت بالحاجه اللي عندي. يعني مثلا لو انا هعمل شاورما زي كده ما عنديش فلفل الوان وما عنديش فلفل اخضر، مش هعمل، لا هعمل بطماطم وبصل وهمشي الدنيا، يعني مش الدنيا مش هتقف على الفلفل وشوية توابل حلوين كده، وهتظبط الأكلة وهتكون طعمها حلو والله، وكان طعمها ما شاء الله حلو. جربوها بالطريقة ديت والله وهتعجبكم بإذن الله. وهنا نهاية الفيديو، مع السلامة.